نخش بقى على ايه الخداديات. هي الخدادية المفروض بتبقى كام؟ 55 في 70. ليه كده؟ ممكن تكون 55 او زيادة حاجات بسيطة، فاحنا هنشوفها كده. انا طلعت القلاب بتاعي، ادي القلاب، كل حاجة سهلة ان شاء الله. بس يا جماعة المفروض تكتبوا ورايا المقاسات دي علشان ما تنسوش المقاسات. يعني انت معاكي دلوقتي خدادية ثابتة 55 في 70. في ناس بيعملوها 50 52 شغالة، بس انا بحب اخد احتياطياتي واعملها ايه 55 عشان بتختلف من منطقة لمنطقة. في ناس بيحبوا الخدادية مرتاحة شوية. والمخدات لو هتشتغل على سرير 1.60 متر، طبعا انت كده حافظة 1.60 متر، هتعملي ايه؟ الثابت معاكي 90 سنتي في المخدات. الثابت معاكي هيبقى كام؟ 90 سنتي في المخدات، ايا كان السرير بقى، 1.80 متر، 1.60 متر، 3 متر، يعني بديكي مثل يعني. هاخد القلاب، تمام. الملاية دي هتبقى على السرير 1.60 متر، هاخد 1.60 متر، هاخد اهو 1.60 متر عشان احنا هنزود مرتين، فركزي معايا في التزويدة دي. طبعا المزورة بتبقى 150. هناخد 1.60 متر بتوعنا الاساسيين، وبعد كده هقولك نعمل ايه. اهو لغاية هنا كده 1.60 متر بتوعنا تمام. هنزود 40، هاخد 40 سنتي، ده عشان جنب الحيطة هيبقى كورنيش، في كورنيش واحد بس. ادي 40. طيب انا معايا جبيرة هتبقى ساقطة من على المرتبة. الجبيرة دي انا هديها 15 سنتي علشان هنزل بكورنيش 40 سنتي. انا عارفة ان انا مزودة 5 سنتي بس دول احتياطي، تمام. 15 سنتي ده عشان الجبيرة. يبقى كده الملاية بتاعتي خدت قد ايه؟ 215، لان احنا عملنا 1.60 متر و40 يبقوا 200، وهحط ال15 بتوع الجبيرة يبقى كام؟ 215.